سلام البنات، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم مليحه. مرحبا بكم في قناتكم اسيس الشاويه. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. شوفوا اليوم حبيت نبارطاجي معاكم القضيان الشهري لشهر رمضان الفضيل. ان شاء الله نصوموه بالصحه والهنا، ربي يتقبل منا الصيام والقيام ان شاء الله. كنت نفرز في البلاكار لتحت، يا قلت خليني نصور لكم القضيان الشهري. كاين اللي يحبوا يدوا افكار، كاين اللي حايرين واش يقضي، وسيرتو اللي ساكنين جدد ولا كيما نقولوا متزوجين جدد ما عندهمش فكره كيفاه يديروا. مالا انا حبيت نشارككم هذا القضية شخصين. تبعوا معايا لا فيديو واش جبت. اكيد راهم كاين عندي حوايج بقولي من الشهر اللي فات. شوفوا اول حاجه عندي هنا بدون تاع الزيت 5 لترات إليو، بزاف هايله، ما فيهاش هذاك القول مش مليح. انا جربتهم الكل من بعد عجبتني إليو. شوفوا ثاني شريت هذه الكرتونة تاع الزيتون لكحل، فيها 1 الكيلو. الجود تاعو يهبل 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 وبنين وش نحكي لكم، ورخيصة يعني كيلو ب25,000 برك. ثم كرتونة ب25,000. راح نوريكم في آخر الفيديو كيفاش تحتفظوا به. أنا راني فتحتها كليت منها شوية. شوفوا شريت ثاني ورق المطبخ اللي لازم يكون، هي كاين قضيان يعني عادية نشروها حتى في الأيام العادية مش غير في رمضان. وثاني بالنسبة لي زيبيز جاب لي الزوج هذا الباك تاع التوابل الأساسية، فيها 12 ولا 15 نوع ب80,000. صراحة ريحتهم تهبل تهبل تهبل، وما من اللون تاعهم بزاف هايل، وما من الكمية مليحة يعني ما همش قلال يعني بزاف يشدوا. انا شريت غير هذا، ما شريتش هذوك تاع الحريره والشربه، شريت غير هذا برك. وبالنسبه لحوايج التحليه جاب لي هذا الجاتو سامبل باه ندير به كاش تحليه. ولا انا طبيبه قالت لي ما تكثريش السكريات، على بها ما جبت بزاف حوايج تاع التحليه، ومانيش راح نكثر بزاف تحليات ولا حلو. بالعكس نحاولوا نكثروا من الديسار والمشروبات الطبيعيه اللي نخدموها في الدار خير وخير. جاب لي ثاني هنا الكاكاو، التاي، يعني هذو القضيان راهم لشخصين فقط، يعني نتوما اذا عيلة باينه تشريو كثر. ثاني الفريك عندي 1 الكيلو، زاد جاب لي رطل. الحاجه اللي بقات تبقى لبعد رمضان ان شاء الله. كيما الفلون جاب لي هنا 3 تاع البنان، وكاين 3 تاع الفريز و3 تاع الشوكولا، ومازال لي 3 من هذاك الاصفر. انا نشتي الاصفر احسن واحد. دوك يزيد يجيب لي. احكولي نتوما قضيتو ما قضيتوش، واش راكم دايرين مع رمضان؟ التحضيرات الاجواء راهي بزاف بزاف هايله، ما عندي ما نحكي لكم. وبالنسبه للطماطم والهريسه جاب لي هنا رطل رطل، كي يفضل نعاود نزيد نجيب. انا ما نحبش نكدس الماكله، الحوانت ما همش رايحين يتغلقوا، بالعكس رمضان راه شهر العباده وشهر قراءة القرآن، ماشي غير الماكلة ولا اللهفة هذيك اللي رانا نشوفوا فيها الحوان تقول راهم راح يتغلقوا. ميم السلعة راح تبقى بعد رمضان، تبقى في رمضان، يبقى كل شيء كيما راه. وبالنسبة للديول جاب لي هذو تاع السميد. انا اول مره نجربها، ما نعرف اذا ملاح ولا لا، قولوا لي اذا ملاح. بالنسبه للحظه ثاني لازم نحتاجوها في المخبوزات ولا في التحليات. ولا السكر عندي كيلو مقبل، زاد جاب لي كيلو برك، يعني قلت لكم الحاجه اللي فضت انا نزيدو نجيبو. بالنسبه هذا الفرماج، هذا فرماج حقيقي، فيها كيلو و2 غرام، ما نعرف 200 غرام ولا 2 غرام على باليش. مهم راهو جبن حقيقي وبنين بنين، ما عندي ما نقول لكم كي هو كل لحظه تاعو للزوج بنان. عندنا ثاني الخميرة تاع الجاتو والفاني، عندنا بلاطو تاع البيض، عندنا هنا الرطل تاع الكاوكاو، وعندنا ثاني سيرو نديرو به كاش تحلية ولا صلاة فروي ولا حاجة كيما هكا. مهم نقولكم شحال سقامو هاد القضية، واحد 700,000 هكاك. وكاين حوايج بقاو لي من الشهر اللي فات كيما المنظفات، الإيزيس، الليكيد، الجافيل، صانيبو بقى لي شوية. مهم كل حاجة شوي شوي. كاين ثاني المايونيز، كاين ثاني هذا تاع أمازيغ بزاف بنين يعني عن تجربة.
وعائلي يعني هكا قرعة تاعو تشد. وكاين ثاني هذه الزبدة ستار أنا أول مرة نجربها. والطون عندي غير هذو برك لأنها طبيبة قالت لي ما تاكليش طون مايونيز وهذو المعلبات الكل. المهم راني نحاول نقص على قد ما نقدر. وكاين هذو لي سلايز تاع شيزي هذو راهم تحضيرة ماهمش جبن حقيقي. وكاين عندنا الجاكس، عندنا صانيبو أمير. أنا صانيبو نستهلكو بزاف بزاف ديما نشف بيه. وكاين عندنا هذا الطعام تاع ماما، هذا قال تاع أول سحور في رمضان، في رمضان إن شاء الله. هذه عادة ورثناها من أمهاتنا إنه أول يوم نديرو يا طعام بالحليب يا المسفوف المهم. وكاين ثاني الروز رطل. كاين الفرينة هذه تاع 5 كيلو باه ما نضلش كل دقيقة نجيب بالكيلو. كاين هذاك البيدون تاع الزيتون والله ما على بالي شحال فيه، مهمة وكبير شوية. وهذا هو القضيان تاعنا تاع شهر رمضان إن شاء الله. نعطيكم هذه الفكرة تاع أفضل أنواع الجبن في الجزائر. كاين التحضيرة وكاين الجبن الحقيقي كيما راكم تشوفوا في منات تاع موندور. كيما بزاف أنواع يكونوا تحضيرة، لازم تقراو في العلبة تاعكم إذا جبن حقيقي ولا تحضيرة. كيما راكم تشوفوا في الأنواع هنا راهم في الصورة. كيما هذو تاع الشرائح كاين تارتينو تيب توب المهم شيزي كاين اللي فيهم تحضير وكاين اللي أجبان حقيقية كيما هنا تيب توب أوكيدز تارتينو هذو أجبان حقيقية. كاين هذو تاع البيتزا كاين فيهم التحضيرة. لازم نتوما تشوفوا الصورة ولا الماركة. وحاجة أخرى راهي كاين ماركات فيها تحضير وجبن حقيقي سما نتوما لازم تقراو. كيما هنا نعطيكم هذه المعلومة هاي لكم كيفاش تلقاو الفرق بين التحضيرة والجبن الحقيقي. كيما أنا خاصني فروماج رابي كنت حابة جودة ولا شيدار، هما أفضل أنواع جودة شيدار جوير فرماج روج. هذو كل أنواع تاع أجبان حقيقية وهما صراحة غاليين. من أحسن إنك تشري حاجة غالية وتكون صحية خير وخير. ربي قدرنا الناس الكل ونكملوا الفيديو تاعنا. نشريو الحاجة اللي نحتاجوها بركة. بالنسبة لحوايج تاع طاجين الحلو أنا نشري الكارطوز وندير بيه طاجين الحلو كارطوز مجفف. دوك نبارطاجي معاكم الوصفة تاعي وانا نحب هذاك خير من تاع الفواكه المجففة الأخرى. وبالنسبة لهذه الكرتونة تاع الزيتون نوريكم كيفاش تحتفظوا بها. شوفوا تجيبوا زيتون تاعكم تحطوا في بورتمونجي عادية في أي علبة تاع قزاز ولا تاع نيلو اللي عندكم. ومن بعد تصبوا فيه شوية ماء وتديروا له قطرة تاع الخل وتخلوه في الفريجيدار. هذا مكان سهلة مالا. شوفوا ما تكثروش برك الخل قطرات برك خفاف. مهم البنات هذه هي. نزلت لي الخضرة واللحم مازال ما جبناهم ان شاء الله كي نجيبوهم راني نشارك معاكم الروتينات في رمضان ان شاء الله يفيدوكم. انا على بالي قناتي راهي بزاف شابة ان شاء الله تعجبكم والى الملتقى ان شاء الله. سلام.